هذه التضحيات وهذا الجهد النبيل الذي أداه وما زال يؤديه. هذه العمليات التي ربما تتسع من الرقة ودير الزور ووصولا إلى حلب ومرورا إلى إدلب وحماة وحمص ودمشق. هذا اليوم قبل أن أدخل الاستوديو كان هناك قصف لمدينة داعل شمال درعا بقنابل نابالم، قنابل حارقة محرمة دوليا. كان ما يواجهه وسيواجهه سليم أدريس وكل المقاتلين على الأرض يفرض عليه تماما أن يتحدث بهذه اللهجة. اليوم لدينا 1% من الذين قتلوا ربما من أسلحة كيماوية و99% من أسلحة غير كيماوية، وكأن العالم لم يشغله ولن يشغله إلى هذه المسألة. سيكون هذا الاتفاق الروسي الأمريكي انعكاسات على الأرض برأيك؟ أعتقد هيكون له انعكاسات على الأرض، لكن دعيني نتجه إلى الاتفاق الروسي الأمريكي. أنا أعتقد أن خطاب الرئيس أوباما الثلاثاء الماضي إلى الشعب الأمريكي لم يكن بهذا النوع الذي ربما فسره الكثيرون. الرئيس أوباما نزع مرة أخرى المبادئة أو المبادرة من الكونغرس الأمريكي، لأنه تكلم وتحدث وقال أنا ذهبت إلى الكونغرس لنقل النقاشات وليس نقل القرار. قال أنا سأعطي للدبلوماسية، وهذا يعني أنه الآن في هذه المرحلة الرئيس الأمريكي يستعيد مرة أخرى دون أن يعود للكونغرس الأمريكي أن يستعيد مرة أخرى زمام المبادرة، بمعنى أنه بعد أسبوع النظام سيقدم كشفا أو تقديرا أو تقييما بالأسلحة من الناحية الكمية والنوعية ومن ناحية الأماكن. والرئيس الأمريكي لديه معلومات استخبارات. إذا في أول محطة قد يرى الرئيس الأمريكي أن ما قدم مزيفا أو ليس كاملا، وبالتالي ستبدأ من بعد أسبوع. ولكن من حيث يعني المبدأ هذا الاتفاق ألا يلغي احتمالية توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام السوري؟ على العكس، دعينا نقول أننا ننظر إلى تجمع المدمرات وحاملات سفن الاقتحام تحديدا وحاملات الطائرات التي توجد في البحر الأحمر وفي بحر العرب وأيضا العمق الذي في غرب المتوسط. نحن نتابعه بالساعة. إذا ما شاهدنا أن هذه الأرمادة أو هذه الترسانة البحرية المسلحة بدأت تغادر أماكنها أو تتباعد، هنا يبدأ الحديث. ولكن أعتقد أن كل شيء سيتم وهناك خيار عسكري يطرحه البنتاجون للرئيس الأمريكي. لا بد في هذه الأزمة وهي تدار أن يتوفر للرئيس الأمريكي خيار قوة. وأنا أعتقد أنتم منذ ساعات كان هناك نبأ عاجل أو خبر عاجل على أن الرئيس أوباما يقول لا أستبعد الخيار العسكري، لكن الرئيس أوباما الآن ينتزع المبادئة مرة أخرى من الكونغرس. هذا ما أتصوره، ويصبح في القادم من الأيام إذا ما نقص النظام عن تقديم تقديراته كاملة أو اختلفت مع الاستخبارات الأمريكية، إذا بدأ تدفق المفتشين وحدث هذا، قد نشاهد عملية مثل ديزرت فوكس مع عملية ثعلب الصحراء التي نفذها الرئيس كلينتون. والرئيس كلينتون كان غير راغبا في الحروب تماما، ولكن نفذ عملية على مدى 4 أيام وكانت ضربات مؤثرة للغاية ضد قوات النخبة للرئيس صدام آنذاك. فهل سنشاهد في الأيام والأسابيع القادمة شيئا مثل هذا؟ الأمر مطروح. بالعودة إلى الاتفاق والجدول الزمني حتى 2014 يتم تدمير المخزون الكيميائي السوري، يعني مدة سنة. ما هي الانعكاسات المحتملة؟ هو يكلم ربما، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن نتحول إلى المؤتمر. نعود للعميد صفوة الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية تعليقا على المؤتمر الصحفي للواء سليم إدريس. ما رأيك فيما سمعته من اللواء ومن إجابته على أسئلة الصحفيين؟ أعتقد أن كل ما قاله اللواء إدريس هو جيد وجيد للغاية. أعتقد أنه يدرك تماما مشاعر الذين يقاتلون على الأرض. أعتقد أنه يدرك أن هناك حركات إسلامية تقاتل ربما في خارج إطار ما يسمى بالمجلس العسكري الأعلى، ويدرك أنهم سيرفضون أشياء كثيرة. الرجل تصالحي مع كل الثوار على الأرض، الرجل مدرك لخطورة القادم، لكن في نفس الوقت كما قلت لك سابقا أن الرئيس الأمريكي الآن امتلك في كل يوم قادم خيارا للقوة، بمعنى لدينا خلال أسبوع قائمة ستقدم من قبل النظام عما يملك ونوعيته وأماكنه، وبالتالي يستطيع الرئيس الأمريكي وأجهزته أن ينقض مثل هذه الأمور ويلوح باستخدام القوة. لدينا حتى يوم الاثنين القادم لدينا تقرير الأمم المتحدة مفتشين، وبدأ بان كي-مون يتحدث على شبه اتهام للنظام. الآن كما قلت لك الرئيس الأمريكي يأخذ المبادرة من الكونغرس، جلب إليه الروس،
يستطيع في أي وقت أن يدعي أن النظام كذب أو أنه يراوغ، ويستطيع في هذه الحالة أن يتقدم ويستخدم القوة العسكرية التي يبدو أنها ستبقى شرق المتوسط. قد نشاهد عمليات مثل ديزر فوكس التي تمت عام 98. أعتقد أنه لم يعد هناك حديثا كثيرا عن اتخاذ قرار في واشنطن، ولكن القوة قادمة وهم متأكدون أن النظام سيتلاعب بهم. هو تحدث أيضا عن أنباء تتعلق بنقل الأسلحة الكيميائية من سوريا إلى لبنان والعراق. سيتم مناقشة هذا الموضوع بالطبع معك لاحقا. شكرا لك العميد صفوت الزيات. شكرا. إذن